الست في وقتنا المعاصر بقت اوبن مايند، وده بيخلي الثوابت عندنا تتغير. قصة النهارده شاب حب بنت، ولكن مع وجود امها كل حاجة اتغيرت للأسوأ. تعالوا نشوف النهارده حصل ايه مع شاب ما عندوش مبدأ وامه متساهلة. النهارده في عظمة، اعمل متابعة. خلصت لعب سكواش مع اصحابي وقلت يلا بينا يا رجاله، انا بجد تعبت، ما كفايه كده. قالوا لي عندك حق، الواحد ما بقاش عنده نفس، يلا بينا يا عم هاني. ودخلت اخدت شاور وغيرت هدومي وقلت انا مش قادر اتحرك، انا مش هروح دلوقتي. وكان معايا صاحبي فراج قال لي تصدق عندك حق، انا مش هتحرك، انا بجد تعبان قوي. قلت له ايه ده يا فراج، هو احنا كبرنا ولا ايه؟ قال لي يا عم 37 سنه يا دوبك، ده احنا كبرنا قوي كمان. قلت له بقول لك ايه، انت اللي كبرت يا عم، قول لي دلوقتي هتشرب ايه؟ قال لي هشرب قهوه زياده. قلت له خليك هنا اجيب المشاريب وارجع لك تاني. قال لي على ايه؟ انا هاجي معاك يا عم. ورحنا كافيه، هناك لقيت بنت جميله جدا كانت بتبص لي. فالراجل قال لي لا انا مش هلمع اوكر. ضحكت وقلت له يا عم ما تقصدش، ولكن من نظراتها اتاكدت انها تقصد. وساعتها قلت اجرب حظي واروح اتكلم معاها. ودخلت عليها وقلت لها ازيك عامله ايه؟ قالت لي الحمد لله. وقلت لها هو انت هنا معانا في النادي؟ قالت لي ايوه من 2010. وقلت لها بجد؟ دي حاجه كويسه، يا ريت بقى اشوفك تاني. وبطريقه غير مباشره قالت لي انا كل يوم موجوده في النادي من 4 ل 8، وكانها بتقول لي هستناك في الميعاد ده. وعدت الايام وكانت قريبه مني قوي، وعدت سنه على علاقتي بيها، وبيني وبينكم حبيتها وكنت مرتبط بيها ارتباط قوي جدا. وفي يوم قالت لي هاني جه الوقت انا اتكلم اهلي، ولا انت شايف ايه؟ قلت لها يا سلام، ده يوم المنى طبعا، امتى وفين وازاي؟ ضحكت وقالت لي هظبط واقول لك. وفي يوم اتصلت بيا قالت لي اعمل حسابك، ماما عازماك على الغدا بره. قلت لها ايه ده؟ شكل الموضوع داخل في الجد. قالت لي هزارك بايخ قوي، ياه مفيش كده. ضحكت وقلت لها طبعا موافق، شوفي امتى وقولي لي. عايز اقول لكم انها دايما كانت بتحكي لي عن مامتها انها طيبه وحنينه واقرب حد ليها، لكن بصراحه ما شفتهاش قبل كده، ولا حتى في يوم من الايام طلبت اشوف صورتها. وجه يوم العزومه لقيت نادين داخله عليا هي واحده صاحبتها، سلمت عليهم قلت لها بقول لك ايه، هي فين ماما؟ ضحكوا هما الاثنين وقالت لي على فكره دي مامتي. بصراحه ذهلت لان مامتها كانت من سني. نسيت اقول لكم انا عندي 37 سنه ونادين عندها 20، ومامة نادين عندها 39، يعني من سني. بس الغريب بقى ان سنها ما كانش باين عليه خالص، تحسهم بجد صحاب. فضلنا نهزر ونتكلم ونضحك، لكن بيني وبينكم مامتها كانت حلوه قوي وكانت مميزه. وخلينا نتكلم بصراحه، كانت احلى من بنتها، احلى من نادين. وكنت ببص لمامتها بنظرات ما كانتش طبيعيه، لكن هو ده اللي حصل. المهم مامتها قالت لي انت مش ملاحظ يا هاني انك كبير سنا عليها؟ قلت لها لو لاحظت ده في شكلي اقول لك ماشي، لكن انا واثق انك لما دخلتي عليا افتكرتيني في سنها، يعني زي ما انا شفتك بالظبط. ونادين قالت لا بقى، ده انا اجيب 2 ليمون واتفرج على ماما وحبيبي. وكلنا ضحكنا وقلت لها ممكن اخد رقم تليفونك؟ اظن لازم نكون على تواصل. ومن يومها وانا ما بطلتش كلام مع مامتها على الواتساب، يمكن حتى بكلمها اكتر ما بكلم نادين. ومكسوف اقول لكم اني اتعلقت بيها. اصل اللي حصل ده مش بايدي، هو في حد في الدنيا بيقول احب امتى ولا احب مين ولا احب فين؟ وبعدين الطبيعي ان الراجل يحب اكتر من واحده، وكل الناس عارفه كده. المهم خطبت نادين رسمي، وهنا قدرت اخش البيت بصوره طبيعيه وحضر الخطوبه ابو نادين المنفصل عن مامتها من 5 سنين. وقررت مامة نادين ان احنا نسهر للصبح، بس بعد ما كل الناس تمشي. وفعلا كل المعازيم مشيوا، مبقاش في حد موجود غيري انا ونادين ومامتها. وقعدنا نتكلم ونفتح مواضيع، وجت الساعه 4 ونادين كانت بتتاوب. وقلت لها خش يا نادين نامي وانا همشي، مبروك علينا يا حبيبتي. مامتها بصت لي وقالت لي تخش هي تنام وتقعد انت معايا تحكي لي عن نفسك، انا عايز اطمن على بنتي. ولا ايه يا نادين؟ ما تردي، هو انا هتكلم لوحدي؟ نادين قالت اقعد، انا بصراحه هموت وانام، ولو قلقت هطلع لكم تاني. ومن هنا بدات القصه. دخلت نادين نامت وفضلنا انا ومامتها لوحدينا، وقعدنا نتكلم. وقلت لها بقول لك ايه، هاتي ريموت وشغلي التلفزيون
وشغالين لنا اغاني كده، عايزين نفرح. قالت لي حاضر. قامت جابت الريموت وشغلت التلفزيون، ولما رجعت على الكنبه قربت مني قوي. هنا قلبي كان بيدق جامد قوي، وكنت خايف وما كنتش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. وقلت لها عايز اقول لك حاجه بجد، حلو قوي البرفيوم بتاعك. قالت لي ياه انت لسه واخد بالك؟ ده حتى عيب عليك. وضحكت. قالت لي عشان تشم برفيوم صح لازم تقرب من مكان الريحه. وهنا قربت منها قوي، وحصل ما بيننا تجاوزات. وفجاه قالت لي هاني اطلع بره. وقلت لها في ايه بس مالك؟ هو انا ضايقتك في حاجه؟ قالت لي اللي بيحصل ده ما ينفعش في حق بنتي، ما كانش ينفع يبقى في تجاوز ما بيننا بالشكل ده. قالت لي لو سمحت انا عايزاك تمشي دلوقتي. هنا قمت من على الكنبه ومسكت ايديها وقلت لها همشي، بس هجيلك تاني في وقت تاني يكون انسب من كده. الغريبه انها كانت سايبه نفسها ليا وانا بتكلم، زي ما يكون عايزه ومش عايزه. ومشيت، وطول اليوم بفكر فيها هي وبس. وتاني يوم نادين كلمتني، قالت لي انا نازله يلا قابلني. حاولت اسالها على مامتها، قالت لي نزلت من الصبح ما اعرفش عنها حاجه. هنا اتجننت واتخضيت. قلت لها يعني ايه؟ هي راحت فين؟ قالت لي يا عم دي امي، ما خفتش عليها كده، مالك في ايه؟ فكك يابا يلا بينا. وعايز اقول لكم قابلت نادين، جسمي كان معاها وعقلي مع امها. وعدت الايام، وكانت مامة نادين متعمده ما تقابلنيش، بتتهرب مني. لحد ما في يوم اتصلت بنادين وقلت لها يلا بينا عشان نخرج، قابليني في التحرير. وانا كل ده مستني تحت بيت نادين. واول ما لقيت نادين نزلت وخدت اوبر، طلعت فوق ورنيت الجرس ومامتها فتحت. واول ما شافتني حاولت تقفل الباب بسرعه، لكن كنت حطيت ايدي، وساعتها ما حسيتش باي وجع. كنت مسحور بحبها. ودخلت عليها، وحصل ما بيننا تجاوز لدرجه المعاشره، وتكرر الموضوع كتير، وفضلنا على الحال ده لمده سنه. وفي يوم اتصل والد نادين بمامتها وقال لها هو الاستاذ هاني مش واخد مهله سنه ولا انا مش واخد بالي؟ قالت له ايوه حسب الاتفاق سنه، بس في ايه فهمني؟ قال لها مفيش حاجه، في اتفاق ما بيننا، لو هو مش جاهز وناقصه حاجه انا ممكن اساعده، بس يتجوزوا وخلاص. قالت له حاضر هكلمه واقول له وارد عليك. وهنا بدات المشكله. اتصلت بيا وقالت لي الحقني في مصيبه حصلت، وحكيت لي اللي حصل. وقلت لها بقول لك ايه، انا هكلمك بصراحه، نادين بنت كويسه لكن عبيطه وصغيره، انما انت ناضجه وخبره، انت الحب كله بالنسبه لي. قالت لي هاني احنا هنبعد عن بعض عشان خاطر نادين، مش عشان حاجه تانية. قصدي الموضوع كبر يا هاني، كبر قوي. قلت لها ايه نبعد؟ انت عبيطه ولا ايه؟ انا ما اقدرش ابعد عنك، انا بحبك. قالت لي بص انا فكرت كتير والقرار ده مش هرجع فيه، معلش يا هاني انا اسفه. وفعلا من يومها ما عرفتش اوصل لها خالص، ولا حتى عن طريق نادين. وهنا جن جنوني، ما كنتش عارف اتصرف ازاي، كان كل همي اني اوصل لها. وفي يوم كنت قاعد مهموم، قلت اقعد على الفيسبوك، بصيت لقيت صفحه مكتوب عليها قلب الحبيب. قلت ايه ده؟ معقوله في ناس لغايه دلوقتي بتضحك عليها؟ الكلام ده كله غلط. وقلت بيني وبين نفسي طب ما اجرب، انا مستعد اعمل اي حاجه عشان اوصل لها. انا عارف انها حرام، بس الغايه تبرر الوسيله. وفعلا اتصلت بالرقم الموجود على الصفحه، وقابلت الست اللي كلمتها في التليفون. واول طلب طلبته مني 20,000 جنيه، وشعر معزه لونه اسود وحاجه من قطرها. وقالت لي ما تقلقش هعمل لك السحر الاحمر وكمان سحر الشموع. قلت لها مش هتفرق معايا، سحر احمر ازرق اسود سحر شموع، المهم اوصل لها. قالت لي طب اقول لك حاجه، اخر مره اسمعك بتتريق على المواضيع دي، وهقول لك نصيحه، ان الطريق ده صعب جدا، ولو انت مصمم تجيب الست عن طريق الطريق ده استحمل، لكن لو مش قد الوجع يبقى بلاش منه. وقلت لها موافق تحت اي شرط. قالت لي بس في البدايه 20,000 جنيه. قلت لها يا ستي كل اللي تحتاجيه هديهولك، المهم تجيبها لي وتخليه خاتم في صباعي. وقلت لها الاهم من الكلام ده كله، السحر ده بيشتغل في وقت قد ايه؟ قالت لي يعني في ظرف 3 ايام. قلت لها ايه 3 ايام كتير قوي. قالت لي ما تستعجلش، انت مش عارف سحر الشموع هيعمل فيها ايه. وبيني وبينكم كلامها طمني، بس كنت بكلمها 6 مرات في اليوم، واخر مكالمه بيني وبينها قالت لي هانت يا هاني. وفي الليله الثالثه حلمت ان في كلب بيهاجمني. قمت مفزوع ولقيت تليفوني بيرن، ابص في الرقم لقيتها هي مامة نادين. معنى كده
معنى كده ان السحر اشتغل. رديت عليها على طول، قالت لي انت بخير؟ رد عليا. استغربت وقلت لها قولي لي الاول كنت فين كل ده؟ قالت لي رد عليا بقول لك انت بخير؟ قلت لها وحشتيني، وحشتيني جدا. قالت لي انا جايه لك، وجات لي وحصل ما بيننا علاقه، وفي الوقت ده كانت في حضني. وقلت لها وبعدين هنعمل ايه في نادين؟ قالت لي انسى نادين، ما حدش هياخدك مني، انت ليه انا وبس. وقلت لها يا حبيبتي عارف بس هنعمل ايه برضو معاها؟ قالت لي مش عارفه، سيبني ادبرها واقول لك. وكانت سرحانه. وقلت لها ايوه يعني هتدبريها ازاي وهتعملي ايه؟ قالت لي مش بتاعتك، المهم نكون سوا، مش كده يا هاني؟ وقلت لها طبعا كده. ومامة نادين روحت البيت ونادت عليها، قالت لها نادين هاني ده شكله مش جد، عمال يطول وده مش اتفقنا، الموضوع انتهى خلاص. قالت لها انت بتقولي ايه الهبل ده؟ لا طبعا مش خلاص، انا بحب هاني. مامتها قالت لها ما تجيبيش سيرته على لسانك، مش هتكملي معاه. وحصلت مشادة ما بين نادين ومامتها، لدرجه ان مامتها حدفتها في فازه وجت في دماغ نادين، اغمى عليها وكانت بتنزف. نادين قالت بجنون محدش ياخد هاني مني، هاني حبيبي انا بس، هاني بتاعي انا وبس. وكملت على نادين بالفازه لحد ما ماتت. امها فضلت تعيط وكانت بتكلم بنتها وهي ميته وبتقول اصل انا ما اقدرش ابعد عن هاني، هو الوحيد اللي حس بيا، هو الوحيد اللي حبيته. وجالها هستيريا عياط، وخسرت بنتها وخسرت نفسها. وطبعا ده سببه الاوبن مايند والسحر. لازم نعمل حدود لكل حاجه في حياتنا، حتى الاختلاط ما بين الراجل وما بين الست. انسى كلمه الاوبن مايند لانك تخسر منها كتير. لازم تعرف تفكير الناس اتغير واننا مش زي زمان، لازم تفوق قبل ما تخسر. يا رب القصه النهارده تكون رساله للناس وتفوق من التطرف الفكري اللي بقى منتشر. لازم تمسك العصايه من النص، ما ينفعش تسيب قوي او تقفل قوي، الوسطيه كويسه، وبدينك هتحمي نفسك وهتحمي اهل بيتك. محدش ينسى الشير.